احدث عداوه في تاريخ كره القدم. الصيف اللي فات كريستال بالاس حقق كاس انجلترا ومنه اتاهل للدوري الاوروبي، ونوتنجهام خلصوا سابع وتاهلوا لدوري المؤتمرات. لكن اليويفا بتتدخل وتقول ان جون تيكستور بيمتلك 43% من اسهم بالاس، بالاضافه لملكيته لنادي ليون الفرنسي اللي صعد للدوري الاوروبي. وهنا حصلت المشكله، لان الفيفا بتقول ما ينفعش فريقين بيملكهم نفس المالك المشاركه في بطوله قاريه واحده. على طول جمهور بالاس يتهم نوتنجهام انهم بعتوا خطابات لليويفا عشان يشاركوا مكانهم في الدوري الاوروبي، عشان لما يلعبوا بعض من يومين يعملوا تيفو مخصوص على مارينكاس مالك نوتنجهام، وبيظهروه ماسك شنطه فلوس مكتوب عليها مافيا انكاس، اشاره لعلاقته بالمافيا اليونانيه والمراهنات وقصه المركب الشهيره. واظهروه وهو بيهدد جيبس وايت في تلميح انه خلاه يجدد بالاجبار. ده غير بقى هجومهم على اليويفا واتهامهم بالرشوه والفساد، لان جمهور بالاس بيقول ان تيكستور باع اسهمه قبل نهايه الموسم، فاكيد نوتنجهام شاركوا بسبب مصالح بين اليويفا ومارينكاس.